اهلا. اسمع، داخل الفيديو ده بسبب معين واحد فقط، وهو انك انت ده قدرت تخلي صوت المايك بتاعك احسن. اسمع، انا هديك الستبس، بحاول ما اعمل ياب كتير، بحاول اخلص لك الموضوع ده بسرعه، فخش تابع. اول ستيب بامانه انت محتاج يكون عندك نت، ده شيء طبيعي طبعا. تفتح جوجل كروم ولا تفتح المتصفح حقك، دور على حاجه اسمها ايكولايزر APO. بعد ما تصل للمرحله دي هتدخل على الموقع الاولاني السورس فورج، عشان انت داير النسخه الجديده هتيجي تحملها من هنا. كل الروابط هتلاقيها موجوده في الكومنتس، ده لو فكت وخطيتهم. المهم هتعمل داونلود. تعمل داونلود ايزي جدا، هتخلص الموضوع ده هتلاقي الداونلود هنا فولدر نازل لك. المهم تفتحه الانستولر، تستب الموضوع ده، تعمل اجري ونكست نكست نكست نكست. المهم انا عشان اوريدي عامله فما هعمل كده. ده طبعا بعد ما تخلص تسطيب وكل حاجه هيفتح لك برنامج، هيفتح لك الديفايس سيلكتور. انت بقى ما فكك من الحاجات الكثيره عندي دي. هتمشي عند كابشر ديفايسز، بعدين هتدور على الميكروفون حقك، هتحدد الميكروفون حقك انك تضغط على علامه السهم دي. المهم فانت تضغط السهم، بعدين هيظهر لك اوكي، تضغط الاوكي. بعدين ممكن يقول لك يو هاف تو ريستارت يور كمبيوتر ولا حاجه زي كده. لو انت شفت الاصوات مثلا في الديسكورد فجاه راحت، لو انت في مكالمه وبتابع فيديو، كل عليك انك تقفل وتفتح اي برنامج فيه صوت شغال، وهيقوم يشتغل لك تاني، تسمع كل حاجه تمام. المهم بعد ما خلصت المرحله دي هتفتح علامه الويندوز، تسرش حاجه اسمها ايكولايزر APO كونفيجريشن اديتور. ماشي، انا ما اعرف مطول. اوكي فتح، هيظهر لك طبعا الحاجه دي APO has not been installed to the selected device. you want to run the device، اضغط نو. ده بس بيظهر لك لانه انت ما محدد على سبيكر. يلا بقى شنو هو البرنامج؟ انا خليني اتكلم لك. هو البرنامج عباره عن شنو؟ البرنامج ده عباره عن انك انت ده كانك بتشغل فلاتر. لو عمرك سمعت ببرنامج اسمه فويس ميتر، تقريبا نفس الفكره، بس ده اللهم اخف جدا وما بيستخدم السي بي يو حقك. يلا انا طبعا عندي مليون فلتر هنا خاتيه، لكن احنا ما مهمين ديل كلهم. انت اول ما تفتح البتاع ده هيكون عندك 3 فلاتر، انت بقى امسحهم كلهم ما عدا الاولاني اللي بيكون فيه انكلود. انا ما متاكد بيكون فيه شنو، انكلود اكزامبل دوت TXT ولا انكلود config دوت TXT، انا متذكر من زمان ما استخدمته، بس الفكره موجوده. زين اي حاجه ما عدا انكلود امسحها. يلا انت هتكون عاوز حاجه بسيطه حين تحملها كمان زياده، برضه احط الرابط بتاعها في الكومنتس. هتفتح جوجل تكتب سويت درامز DLL، هتلاقي هنا سويت درامز انالوج سيشن اللي هو هتفتحها، هتنزع داونلود لينكس، هتحمل ويندوز زب. بعد ما يحمل افتح الملف، هيظهر لك حاجتين هنا. ده انت هتحتاج بس الملف ده، خلي الملف ده الفولدر موجود، وفي الجنب هتفتح this PC، هتروح على السي، بعدها هتروح على البروجرام فايلز، بعدها هتنزل لين ما تلاقي ايكولايزر APO. يلا هتدخل فولدر اسمه VST plugins، فبس بسيطه هتعمل تسحب وتحطه. انا اوريدي عندي اياه فهعمل سكيب ذس فايل. بعد ما انت تكون حطيته، انا بس هفتح نيو جديد هنا عشان ابعد الزحمه دي كلها. هتضغط زائد، تلاقي عندك حته فيها زائد، تعمل بلجنز VST بلجن، بعدين تضغط علامه الفولدر. بعدين لو ما ظهر لك طوالي هتمشي بس عند السي، بروجرام فايلز، ايكولايزر APO VST بلجنز. بكل بساطه تنزل لين ما تحصل سويت درامز، او هتلاقي قدامك يعني. هتضغطه، حدده يعني مرتين دبل كليك، بعدين تضغط اوبن بانل. يلا سويت درامز ده شنو؟ اعتبر سويت درامز يا مان ده جلو او اوهو. عارف الاوهو؟ اكيد بتعرف الاوهو صح؟ يلا اعتبره انه جلو او صمغ للمايك حقك، بدل ما كل الاصوات تكون مختلفه نوعا ما، ده يلا بيعمل لهم اوهو او بيعمل له جلو كله سوا، بيعمل لك بروسيسنج للصوت حقك. من الاخر هتعمل شنو؟ عندك 3 نوبز ممكن تلعب فيهم. عندك الانبوت اللي هو قبل ما الفلتر يعمل شيء، هل تبى الصوت يكون واطي حق المايك او عالي؟ عندك مايكك فيه جين، دي الفكره. وده عندك الاوتبوت نوب، الاوتبوت ده بعد ما يعمل البروسيسنج حقه عاوزه يبقى اعلى ولا واطي. وده البروسيس نفسه او الميكس بتاع الفلتر، عاوز الفلتر يكون كتير، صوتك يكون متفلتر خالص ولا لا. يلا مثلا هتعمل شنو؟ انا دائما بحب اقلل الانبوت ده شويه، اعلي الاوتبوت ده سنه كده، واعمل بروسيس نقول 40-30. طبعا عشان تتاكد انت بتعمل في شنو او تسمع انت نفسك، نصيحه من عندي تروح على ساوند سيتنجز الكمبيوتر، بعدين تنزل للمور ساوند سيتنجز، ده الويندوز 11. الويندوز 10 تقريبا نفس الفكره يعني. بتروح على الريكوردينج، بعدين تحدد الميكروفون حقك، تضغط دبل كليك، بعدين تضغط لسن، تحط لسن تو ذس ديفايس، بعدين تضغط ابلاي. كده وانت بتعمل الحاجه بتسمع نفسك، عرفتها؟ انت هتمشي يلا البروسيس ده، نقول ما عاجبك الصوت لسه عاوز تزوده وتقلله، تمشي وتقلله براحتك. يلا طبعا انت لو ملاحظ انا الصوت بتاعي نظيف حاليا، ما فيه نويز او صوت مروحه او صوت مكيف، رغم ان انا مشغل المكيف والمروحه وكل حاجه. كيف الموضوع ده؟ يلا ده بقى بافكت تاني او بفلتر تاني. الفلتر التاني اسمه RNN نويز، فبتكتب في جوجل RNN نويز VST، تدخل اول موقع تلاقيه GitHub
هاب اوبن سورس البتاع ده، يعني ما امور طيبه. بتروح عند الريليسز على اليمين لما تفتح الصفحه، وبتحمل الوين ار ان ان نويز هنا الملف ده. اوكي، بعد ما تحمله هتفتح الملف وين ار ان ان نويز. ممكن تفتحه طبعا بالوينرار او 7 زب، ده براحتك الموضوع ده كله. فبتحدده تدخل تاني على في ملف في اس تي، تلاقي عندك اثنين. احنا هنستخدم الاستيريو او المونو ما تفرق، بس يفضل تستخدم الاستيريو. يلا متذكر ملف الايكولايزر اي بي او نفسه هناك بالضبط، بتمشي عند السي بروجرام فايلز ايكولايزر اي بي او وفي اس تي بلجنز. فبس تمسك الملفين ديل تعمل لهم كوبي، لو ظهر لك شيء بتاع ادمن اضغط دو ذس فور اول وكونتينيو وتحطه عندك في ملف الايكولايزر اي بي او. بعد كده انت ما محتاج اي حاجه من الحاجتين ديل، فتقوم تقفلهم. تمشي عند ايكولايزر اي بي او، تضغط علامه الزائد الخضراء، تضغط بلجنز في اس تي بلجنز، بعدين تضغط علامه الفولدر، هيقوم يفتح لك الباث القديم حق ايكولايزر اي بي او ذات نفسه. تنزل تحت لين ما تحصل ار ان نويز، او هتلاقيه عندك قدامك يعني ما محتاج تنزل. فانا في الحاله دي بحط الاستيريو، واول ما تحطها هتلاحظ انه صوت الهواء او المروحه او الكيبورد او الماوس كله راح. لو حاسس انه صوتك بيتاكل منه، يعني نقول انت صوتك ما ظاهر كامل، فبكل بساطه بتضغط اوبن بانل، بتشغل ده تحطه على 1 ريترو اكتيف في دي جريس بيريد، تحطه على 1. وعندك هنا الثريشولد، كل ما حطيتها يسار اكتر كل ما الفلتر ما اشتغل كثير، كل ما حطيتها يمين اكتر كل ما الفلتر اشتغل زياده. فانت بتحاول تخليه يعني 60 لو شايفه ظابط. انا دائما بحط 60 وبحطها الريترو اكتيف على 1. ولما تخلص تضغط اوكي، وهنا نفس الفكره تضغط اوكي. يلا دي تركاية زيادة أنا ده هزودها لك. لو عاوز صوتك يكون غليظ أو يكون واضح أنا بوريك كيف. تضغط زائد هنا، بعدين بتمشي عند بارامتريك فلترز لو شيلف فلتر. اللو شيلف فلتر لما تحطه بزود لك البيس في صوتك، يعني من الآخر عندك من 20 هنا، من 20 هرتز لين نقول 200 هرتز، وانت في السيف زون تقدر تعلي وتوطي من غير ما يكون تو ماتش. بالنسبه لي مثلا اخليه من 95، اقوم اعلي الجين 5 لين مثلا نقول 6.5. يلا الحين صوتي صار غليظ زياده، روح عند بارامتريك فلترز، اجيب هاي شيلف فلتر مش لو شيلف، هاي شيلف. يلا باي ديفولت هيكون محطوط على 100. لو عاوز تزود الكلاريتي او الوضوح في صوتك هتمشي تعليه لين نقول 6000 7000 الزون ده يعني تقريبا، وتزود ب3 4 على كيفك يعني من الآخر. بس أنا بالنسبة لي ده أنا ما محتاج ده، بس لو أنت حابب تزود أكتر يعني في الفلاتر. وبس كده أنت تكون خلصت التوتوريال وما في حاجة تانية تعملها غير إنه تتكلم. لو عجبك التوتوريال حسيت إنك أنت استفدت تعمل لايك، والفيديو اللي فات وصل 5 6 والله مز. لو حابب أنت تقارن، لو مشيت بالنت أو شيء تعرف الصوت الطبيعي حق المايك بتاعي ممكن تقارنه بالنت. هو اسم المايك بيرينجر سي شخطة 1 يو. ونسيت اقول بعد ما انت تعمل الفلاتر دي هتفضل ديفولت في المايك، يعني انت ما محتاج تعمل الحكايه دي ثاني كل مره ما تفتح الكمبيوتر ولا شيء، براو بيكون شغال. وبس انجوي.